في ناس بتسوق ولسه ما تعرفش القواعد دي، والقواعد دي عباره عن 5 نصايح كده اقولها لك في السواقه عشان ما تقابلش واحد في الشارع زي حالاتي مولود على كلاكس يصدعك. اول حاجه، لو انت واقف في اشاره والاشاره دي في تقاطع او في صينيه، ما تقفش لا في اقصى اليمين ولا في اقصى الشمال، لان اللي جاي في يمين الطريق بتاعك مسموح له ان هو يدخل يمين حتى لو الاشاره قافله مع اتجاه العربيات اللي ماشيه، واللي جاي في الشمال بيبقى فيه يوتيرن محطوط له على الشمال مسموح له ان هو يلف منه ويرجع. فلو انت مكمل على طول اقف في النص، لان الموقف ده لسه حاصل معايا امبارح. انا واقف في يمين الاشاره وعايز ادخل يمين، وقدامي واحد واقف مستغرب جدا ان انا عمال اقلب له نور واكلكس له. يا معلم ما هو طريقي، انا داخل يمين، انت مكمل على طول اقف في النص. تاني حاجه، لما تبقى ماشي في الشمال براحتك وسرحان في الموبايل وحد يجي من وراك يقلب لك نور او يدي لك كلاكس، المفروض ان انت توسع له عشان هو يعدي، مش المفروض ابدا ان انت تفضل ماسك الشمال وهو يعديك من اليمين ويشتمك في سره، او يطلع عيل قليل ادب يعمل لك حركه مش كويسه، او يطلع واحد فاضي ومحتاج يرخم على حد فيجي قدامك ويكبس فرامل ويخليك تتخض او يمشي بسرعه ابطا من اللي انت ماشي عليه. فنصيحه، لو هتسرح في الموبايل وعايز تمشي براحتك امسك يمينك. تالت حاجه ودي قلتها قبل كده، ما تفتحش النور العالي في وش اللي قدامك، ولو نورك الواطي اصلا عالي ومركب ليدات نورها بيضرب في وش اللي قدامك اطفي النور خالص. رابع حاجه، لما تبقى في شارع جانبي وهتطلع على شارع رئيسي ما تطلعش تكسر على العربيات اللي ماشيه، لان الاولويه دايما للشارع الرئيسي، وما تطلعش في ثالث او رابع حاره، اطلع في الحاره الاولانيه بتاعتك. مسموح لك بس تطلع في ثالث حاره لو انت راكب تريلا، غير كده لا. خامس واخر حاجه، لما تبقى داخل على صينيه وفي عربيه جوه الصينيه، فتخيل ايه بقى، ان الاولويه للعربيه اللي جوه مش ليك. خلي بالك اللي بيعمل زحمه في الصواني هو ان الناس بتخش الصينيه تكسر على بعض. لو كل واحد وقف واستنى الاولويه للعربيه اللي جوه هتلاقي الدنيا ماشيه عادي جدا. ايديكوا بقى في ايدينا نخلي شوارع مصر اهدى. والله العظيم انا بدن في مالطا.